السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة في عالم البنيان، طبعا هذا الجدار تمام متصل، هذا الجدار بجدار الكور اللي هو المصعد. وزي ما نعرف انه الجدار يتكون من شبكتين، الجدار يتكون من شبكتين تمام، الشبكة الأولى والشبكة الثانية. طيب الحديد الرئيسي بالنسبة للجدار هو البرندة، تمام، يعني البرندة تكون من الداخل، لأن هذا الجدار ما عليه حمل من الأعلى، أو نسميه الريتينينج وول، تمام. فهذا الجدار الحمل راح يكون من الجنب، فلذلك نحط البرندات من الداخل. وزي ما قلنا انه الجدار هذا متصل بالكور، فنلاحظ ان البرندة من الداخل استمرت الى جدار الكور وصارت من الخارج. لاحظوا هذه البرندة صارت من الخارج، وهذا السيخ من الداخل الرأسي، وهنا سيخ برضو المفترض انه يكون من الخارج، هذه مفترض انها تكون من الخارج، لكن دخلها هنا من الداخل لانه ما في مساحة، وجود يعني زحمة اسياخ، فاضطر انه يدخلها هنا، لكن الاصح انها هذه تكون من الخارج. فالشاهد انه جدار الكور يعامل مثل معاملة العمدان، تكون البرندة من الخارج مثل الكانات، لأن جدار الكور الحمل راح يكون عليه رأسي، فلما يكون الحمل رأسي الأسياخ الطولية أو الرأسية هذه تتعرض للانبعاج، فنقاوم هذا الانبعاج بالأسياخ أو البرندات الأفقية، لأن الحمل رأسي. لاحظوا هذا السيخ من برا، تمام، هذا الكور، هذا مصعد. لاحظوا الآن هذه نهاية الكور وهذا بداية الجدار. لاحظوا من الخارج وأصبح هنا من الداخل، واضح؟ لأن هذا الجدار متصل بالكور أو بالمصعد. أتمنى تكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.